فرخه ايه يا جدعان اللي ب 600 جنيه دي؟ فرخه من ايجيبت مثلا؟ يعني متربيه زياده عن اللزوم مثلا ولا ايه؟ دي اغلى فرخه يا جدعان بعد مطعم براك. الجزء الاول من مطاعم ايجيبت. النهارده هجرب مطعم بيوكي في التجمع الخامس في مولزا درايف. يلا بينا. شفت كام فيديو المطعم بيوكي في التجمع الخامس، فقلت لازم انا اروح اجرب المطعم ده. طلبنا الاوردر وطلعنا فوق علشان نقعد. طلبنا الفرخه ديت سعرها 600 جنيه بالظبط. هي بتبقى لودد تشيكن كده، بتبقى من جوه رز على رمان على عيش محمص. هي كان شكلها يفتح النفس قوي، بس اول ما جربت الرز كده بصراحه هو عجبني، بس مش احسن حاجه بالنسبه لي. طعمها غريب قوي. ميكس الرز مع المكسرات مع الرمان ده ما كانش جاي معايا خالص. الفراخ تقريبا والله العظيم لقيتها مش جوسس كده، يعني انا شايفها في الفيديوهات اللي هم كانوا عاملينها كانت جوسي كده وكانت بتنزل عصاره، بس ما لقيتهاش خالص في الفرخه دي. التتبيله كمان كانت واصله جوه الفراخ، بس انا اللي لاحظته بقى ان التتبيله ما فيهاش ملح، يعني فيها ملح كده بس مش ملح قوي، تحس ان الفراخ دلع شويه. طعمها جديد بالنسبه لي، اول مره اجربها، فممكن تكون ده حاجه غريبه بالنسبه لي، فممكن يكون ناس بتفضلها وناس ما بتفضلهاش. واللون البني اللي جوه الفراخ دي التتبيله دي